مساء الفل يا جماعه. لسه النهارده خارج كده حبه عربيات، امبارح بالليل لسه مخرجين حبه عربيات كده ان شاء الله تسليمات فوريه تبع شركه اي فولت، والنهارده احنا جايين نعمل لهم سكرين بروتكت للشاشات عندهم من عند هامر. حابب كده اوريك بقى حبه حاجات خرجوا النهارده او خرجوا امبارح بالليل. العربيه اللي معانا النهارده الاي دي 4 البرو. الاول كده اعمل شير لللايف ده واعمل لايكات علشان الناس توصل لها فكره العربيات الكهرباء وقد ايه الناس مهتمه بالسياره الكهربائيه. الاي دي 4 برو معانا النهارده من النوادر شويه اللي هي بتنزل مصر، او من النوادر ان حد بيجيبها، لان العربيه دي فيها حبه اوبشن وحبه حاجات كده ناس كتير بتدور عليها. اول حاجه الفئه اللي معانا النهارده هي البرو، الكاميرات ال 360 البيانو بلاك، او نقدر نقول البرايم باكج. دي نفس الفئه اللي بتنزل او نفس الاوبشن بتاع العربيه البرايم باكج الدفع الكلي، بس هنا بتنزل بموتور واحد بس. طيب علشان برضو انت بتشتري عربيه من اي تاجر او من اي حد، تعال اقول لك تعرف ازاي ان الكاميرات الاصليه ال 360 راكبه في العربيه ولا لا. اول حاجه الكاميرات ال 360 اللي هي الافتر سيل اللي هي بتركب بره الماركت، بتبقى الكاميرات بارزه بره المرايه وبره الاكسدام زي ما انت شايف كده. يعني الكاميرات الاصليه بتلاقي الكاميرا لازقه في المرايه حته واحده زي ما انتم شايفين كده، لكن الكاميرات اللي هي متركبه الافتر سيل بتبقى بارزه عن المرايه. طيب ايه اللي بيختلف العربيه عن اللايت برو؟ اللايت برو معانا الناحيه الثانيه هناك اهي، تمام. وهقول لكم على الاسعار اللي مقدمه من شركه اي فولت، بتقول لك الاسعار كام وعليها عرض، والاسعار دي محدش هيلاقيها بره وممكن تسال. بتنزل هنا بيانو بلاك، نفس الجانت بينزل. حبيبي ممكن لحظه واحده بس انا اسف. بتنزل هنا برضو هيد اب ديسبلاي زي ما انتم شايفين كده، شاشه معلومات على الشاشه اللي قدامك. بتنزل هنا الامبينت لايت، هنا 3 دي، هنا في امبينت لايت بيبقى 3 دي متغير طبعا مع الانوار بتاعه العربيه. يعني هنا اللايت برو ما فيهاش، لكن هنا البرايم باكج بيبقى فيها اللي هو الامبينت لايت 360. هيد اب ديسبلاي، فتحه سقف بتفتح، تمام زي ما انتم شايفين كده. طبعا الاي دي 4 مش هنتكلم عليها لان الناس كتير زهقت من الاي دي 4 وعارفه اوبشن الاي دي 4، بس العربيه اللي معانا النهارده دي يعني فيها اوبشن زياده، فقلت اصوره لكم وهقول لكم الاسعار في الاخر. دي من العربيات المميزه قوي اللي دخلت تبع شركه اي فولت. اعملوا يا جماعه شير لللايف ده ولايكات، الله يبارك لكم، قلوب والله بنوركم يا جماعه، قلوب كده الله يبارك لكم عشان بحب القلوب. تعالوا اوريكم على حاجه ثانيه واصله معانا. يعني انا كنت متخيل اللون الاسود في السونج بلس مش هيبقى حلو، بس الاسود فيها مع الفرش البيج حلو قوي فيها. طبعا السياره الاكثر مبيعا بعد كده بعد الاي دي 4 السونج بلس. طبعا السونج بلس احنا كنا متكلمين عنها كتير، وهقول لكم برده الاسعار لان السعر اللي عاملاه شركه اي فولت مش هتلاقيه عند حد برده في التسليمات الفوري. العربيه بتنزل بموتور 160 كيلو والبطاريه بتاعتها 87 او 88 كيلو واط. دي الفلاج شيب بلس يا جماعه اللي بتمشي 605 كيلو. شاشه طبعا روتيت 15 ونص انش. امبنت، لا بصوا بي واي دي ودلع بي واي دي. هقول لكم على معلومه ما حدش بيقولها في الفيديوهات بتاعتها او ما حدش اتكلم عنها في العربيه السونج بلس. العربيه السونج بلس دي متصنع يعني فيها نسبه حديد 62% و19% فولاذ. يعني المعلومه دي ما حدش بيقولها وما حدش عنده معلومه بيها. طبعا التكنولوجي بتاعت البطاريات بتاعت بي واي دي مش محتاجين نتكلم عنها، بطاريات بليد دي احدث تكنولوجي بطاريات اللي بتنزل في الهان وبتنزل في العربيات البريميوم او اللكشري منها. فالمعلومه ان بي واي دي تهتم بتكنولوجي البطاريات وتنزل لك العربيه 62% حديد منها و19% فولاذ، ده حاجه حلوه جدا وتديك امان وانت ماشي. عربيه طبعا عائليه شكلها حلو قوي، والايروديناميك معمول فيها، وش العربيه هجومي، والعربيه تقسيم الصالون والمساحات جوه 2 شاحن وايرلس، شاشه كبيره كلها اندرويد بيور، ادابتيف كروز كنترول، كيبلين اسيست، كل ما هو متخيل ما يجي في بالك من وسائل الامان موجود فيها. خامه الجلد يا جماعه اللي بتنزل في الاول من اول البي واي دي السيجل لحد الهان والحاجات الكبيره اللاكجري دي، خامه الجلد بتستخدمي بي واي دي شبيهه جدا للعربيات التسلا. طيب بصوا كده من ورا، مساحات العربيه حلوه قوي من ورا. العربيه بينزل معاها ايه برضو عشان وانت بتشتري من اي تاجر تبقى عارف العربيه بيجي معاها ايه. بصوا منظر العربيه من ورا شكله حلو ازاي. بصوا العربيات اللي هي البي واي دي سترونج بلس والحاجات دي كلها بينزل باكج كده من المصنع. في تجار كده معدومه الضمير اللي بيهاجمونا دايما، دول اللي بيغلطوا فينا دايما،
التجار دول بيخبوا الحاجات دي وبيبيعوها لك. ازاي؟ يعني العربيه بينزل معاها المايك الكاريوكي، تمام؟ المايك الكاريوكي ده لوحده هتسال عليه تلاقيه ب 7000 جنيه. ادي كده التاجر الشمال اللي هم بيغلطوا فينا طول الليل والنهار، التاجر الشمال بيروح مخبي لك ده، يقول لك خلاص 7000 جنيه دخلوا عليا حرام، يروح مخبي لك وصله الفي 2 جي اللي هي بتاخد منها وصله 220 فولت، فهيبيعها لك تاني بفلوس. بينزل مع العربيه الشاحن الاصلي بتاعها بتاع بي واي دي. تجار الشمال كتروا يا جدعان اقسم بالله. بيخبي لك المنفاخ، وممكن يكون الحاجه دي مش هيستخدمها، يعني هو ممكن ياخد الحاجه دي حتى لو مش هتاخدها انت ممكن ما يستخدمهاش. المساحات الاصليه طبعا عشان بتنزل مساحات ديمو في العربيه. فالتجار الشمال اللي عندنا بيخبوا الحاجات دي. طبعا الواحد مش قاصد حد، بس في تجار شمال جدا بتعمل الحركات دي. فانت ضروري وانت بتشتري عربيه بي واي دي سونج بلس تاخد بالك من الحاجه اللي انت بتستلمها مع العربيه بتاعتك. المايك الكاريوكي ده جامد جدا على فكره، تعمل بارتي جوه العربيه وحفله وبتاع وقصص يعني. ووصله الفي 2 جي والشاحن طبعا بينزل معاه دواسات اصليه، دي دواسات بتاعت البي واي دي السونج بلس. ضروري وانت بتشتري تاخد بالك من الحاجه دي، سواء من عند اي تاجر في مصر عندنا او اي تاجر في الصين في الامارات في الاردن. ضروري تاخد بالك من الحاجه اللي انت بتشتريها. بي واي دي السونج بلس احنا اتكلمنا عليها في فيديوهات كتير جدا، عاملين لها فيديوهات بروفيشنال عندنا على الصفحه عندنا. خش تابع العربيه دي يا جماعه، خيال خيال تكنولوجي. سيبك من بي واي دي والتاكسي يعني انا واحد من الناس اول ما بسمع كلمه بي واي دي بفتكر التاكسي الاف 3 اللي عندنا في مصر، ده ملوش علاقه خالص ولا يمس بي واي دي في الكهرباء باي حاجه خالص. ف عربيه من العربيات الجميله جدا اللي الواحد بيحترمها. والنهارده بي واي دي رقم واحد في صناعه العربيات الكهرباء في البطاريات بالذات. يعني مرسيدس عملت ديل مع بي واي دي ان هي هتاخد البطاريات بتاع بي واي دي من اول 2024 في السي ال اي والعربيات الكهرباء اللي هتنتجها مرسيدس. وتسلا بتاخد البطاريات البليد. انت احدث تكنولوجي بطاريات موجوده في العربيات دي هي طبعا. والدولفين لسه برضو خارجه معاهم. الدولفين دي بقى اموره في نفسها خالص، كتكوته كده، بس ما بقتش قيمه مقابل سعر. بس لو تيجي تقارن الدولفين فانت هتقارنها بالعربيه السيات ابيزا، الاوبل كورسا الجديده، الحاجات دي. طبعا دي بتنزل بموتور 70 كيلو واط على بطاريه 44 و9 نقول 45 كيلو واط. البطاريه بتاعتها بتمشي من 400 ل 430 كيلو في الشحنه. وانت برضو بتشتري البي واي دي الدولفين تاخد بالك من حاجه، اوعى تشتري الفئه اللي هي الموتور ال 130 كيلو، لان هي مش هتديك ال 400 كيلو الفعلي. لكن الموتور ال 70 كيلو باعلى باكج ال 360 هتديك ال 400 كيلو، لان تكنولوجي البطاريات في البي واي دي الدولفين هي نفس التكنولوجي اللي بتنزل في البي واي دي السونج بلس. طيب دول متاحين تسليم فوري من شركه اي فولت. العربيه دي طبعا 95 حصان عشان الناس اللي بتسال على اللايف. شنطتها 345 لتر. لونها قليل ادب، لونها قليل ادب. انا مش ماليش في الالوان قوي، بس ده غالبا البينك، ده اللي اسمه لون البينك. الشنطه بتاعتها 345 لتر. ولو نزلت الكنب الظهر الكنب ده بيوصل لحد 1310. برضو من العربيات الحلوه قوي. البلاتفورم المتقسمه حلوه قوي قوي قوي. فين يا جماعه؟ يعني 500 واحد على اللايف، فين اللايكات يا جماعه؟ انا مش شايف لايكات تحت على اليمين ولا شير ولا اي حاجه. النهارده الجمعه سايبين العيال في البيت ونازلين نصور لكم اهو. دي متقسمه من جوه، واخده طبعا اللون البيربل او اللون البينك من بره، متعامله جوه في العربيه. خامات العربيه حلوه جدا، خامات كلها جلد. خامه الجلد بتستخدمها بي واي دي تحفه. بتنزل بعدد 8 ايرباج زي ما انتم شايفين كده من اول فئه لاعلى فئه. فهم مهتمين بالعربيات وبوسائل الامان. طيب في حاجه عايز اقول لكم عليها. العربيات يا جماعه اللي احنا بنستوردها او الشركات عندنا في مصر بتستوردها، هي مش نازله متصنعه لينا، هي نازله متصنعه للشعوب بتاعتهم بالمواصفات بتاعتهم بمواصفات الامان بتاعتهم. فالعربيات دي مش مصنوعه خصيصا لمصر او مش متصنعه خصيصا لسوق الشرق الاوسط، هي متصنعه للشعب بتاعهم. فتلاقي وسائل الامان مهتمين بيها قوي قوي قوي. يعني عربيه زي دي من اول فئه لاعلى فئه فيها 8 ايرباجز، مثبت سرعه لكن مش تفاعلي، شاشه اندرويد بيور 15 انش سوري 13 انش. الشاشه دي ممكن تنزل عليها ابلكيشن يوتيوب فيسبوك جوجل، كل حاجه انت ممكن تنزلها على الشاشه. شاحن وايرلس شارجنج. الفتيس بتاعها اموره قوي. بصوا هنا شوف الفتيس فين، مساحه تخزين. عربيه حلوه تنفع برضو، مش هتنفع عائليه قوي، بس تنفع عربيه لو واحده ست معاها اطفال،
راجل لسه متجوز، بتقبل طبعا الشحن السريع والشحن البطيء، انوار 3 دي، انوار كلها ال دي، كاميرات كلها 360. انا شايفها قيمه مقابل سعر، مش شايفها مقابل قيمه وصبر سعر دلوقتي، لان وانا في الصين كانت العربيه دي بتتباع في مصر عندنا ب 850 الف جنيه. النهارده بتسمع في السيج اللي هي اصغر منها تسمع فيها 1,100,000 جنيه. المليون و100 الف والمليون جنيه ما بقاش ليهم قيمه. يعني مليون جنيه كنت بجيب بيهم انا كان معايا عربيه اودي كيو 3 كنت جايبها ب 345 الف جنيه. فالمليون جنيه النهارده ما بقتش قيمه مقابل سعر خالص. ما يجيبكش عربيه بنزين زيرو النهارده، يعني ما فيش عربيه في السوق المصري بنزين من سيراتو مثلا كيا بمليون جنيه. بصوا الكاميرات ال 360 بتاعتها، دي الكاميرات ال 360. شكل العربيه الكاميرات بتاعتها اقسم بالله انقى من الاي دي 4. يعني الكاميرات نفسها احسن من الاي دي 4. تعالوا بقى كده اخدكم على العربيه الرابعه، هي اللايت برو. كده احنا عندنا تسليم فوري تبع شركه اي فولت. انا مش تاجر يا جماعه عشان ما حدش يخش يقول لي بكام. انا مش ببيع عربيات ولا تاجر ولا عندي شركه، انا بصور وبعرض لكم الحاجات اللي عند الناس بتبيعها. يعني دي شركات بتعرض، مش شرط اي فولت، ممكن اي شركه تانية تلاقيني بعمل لك اعلان ليها، بدل بتقدم قيمه مقابل سعر وتنشر الفكره، احنا معاهم في اي حاجه. دي اللايت برو، دي برضو 23 دي كامله اللايت برو. طبعا مصورينها كتير عندنا، بس فتحه سقف ثابته مش متحركه، نفس العربيه الثانيه بس اختلاف بقى في الامبيانت لايت جوه. الكاميرات ال 360 دي اموره، دي برايم باكج بقى، وكاميرات 360 اوريجينال، فتحه سقف بتفتح، هيد اب ديسبلاي، اموره. طيب عشان ما اطولش عليكم في اللايف اقول لكم الاسعار سريعا، انا كاتبها علشان اخوكم عنده زهايمر. طيب نخش الاول على البي واي دي سترونج بلس الشامبيون. سعرها النهارده 2,022,000. طيب نقول تاني، سعرها 2,022,000. نخش على الدولفين، سعرها 1,249,000. الحاجات دي كلها تسليم فوري يا جماعه. نخش على الواحد شرق من الاسعار، اقسم بالله الواحد شرق. عفوا يا جماعه. البرو البرايم باكج 1,939,000. محدش يسالني الشركه حاطه 39 ليه، هم 1,939,000 البرايم باكج 360. نخش على اللايت برو 1,799,000 وده سعر حلو. يعني الناس انها بتطلب 1,830 1,850، ف1,799,000 ومحدش يقول 99 ليه. طيب انت راضي على الاسعار دي يا ابو الصحاب؟ راضي على الاسعار دي؟ ماشي. مفيش حاجه النهارده بمليون جنيه. بس يا جماعه هسيب لكم بعد ما اخلص كده اللايف، هسيب لكم في اول كومنت وفوق هسيب لكم لينكات التواصل بتاعت شركه اي فولت تقدروا تتصلوا عنهم. ان شاء الله يوم الاحد او الاثنين في هان خارجه فلاج شيب بلس، بطاريه كبيره، في تسلا موديل واي، وفي عندك 11 عربيه اي دي 4 لايت برو. اللي عايز يستلم برو سوري انا اسف، اللي هيبقى عايز يستلم في 11 عربيه داخلين، وفي كيا اي في 5 جايه في السكه. حبيبه قلبي يعني الكيا اي في 5 في اوردر اتعمل بيها. هنشوف كل حاجه ان شاء الله الايام الجايه دي. وادعوا لنا يا جماعه يبعدوا الناس الشمال عننا، يعني خلي الناس الشمال والتجار اللي بتحارب دي والتجار اللي بتبعت لي تهديدات يبعدوا عننا. انا مش هعمل دعايه لحد شمال يعني عشان نبقى متفقين، ومش هعمل حاجه لحد شغال شمال. انا بعمل دعايه لشركات كتير، بس ان تاجر يبقى شمال انا بعيد عنه. صح يا عم بنوب؟ مالناش في الشمال يا ابو الصحاب. واللي كسر عينينا واللي كسر عينيا يطلع يقول لي انا كسر عينيك يا توني، واللي عندي حاجه ياخدها، اللي عندي جنيه ياخده 100. فالتجار الشمال احنا بعاد عنهم، ولو انت تاجر شمال هعمل لك بلوك. يلا اشوفكم على خير، وهسيب لكم اللينكات كده في وارقام التواصل في اول كومنت. عايز بس قبل ما اقفل اوريكم الامبيانت لايت جوه ال 3 دي ثانيه كده دوب معلش. بصوا كده عشان الدنيا ضلمت شويه. بصوا ده الامبيانت لايت 3 دي اللي بقول لكم عليه، مش موجود في اللايت برو خالص. يعني ده الامبيانت، بصوا ده كله متغير، الوانه كلها متغيره مع الامبيانت لايت اتغيروا. ف اموره، هيد اب ديسبلاي، كاميرات 360، فتحه سقف بتفتح، كراسي تسخين، طبعا مساج، بتمشي 550 كيلو. الاي دي 4 يعني بقت اشهر من توني. يلا اشوفكم على خير يا جماعه، طولت عليكم.
وكل سنه وانتم طيبين، وادعوا لنا بكل خير كده. ولو انت بتشوف اللايف ده اول مره تشوفنا، انا بقدم محتوى بس خاص بالسيارات الكهربائيه، ودعمنا كده بلايك وشير وقلوب يا جماعه، الله يبارك لكم. يعني في قلوب كده على اليمين تحت، دوسوا قلوب كتير عشان بحب القلوب.